بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة نحييكم. النهاردة نتكلم عن تسميد ورش العائلة النجيلية اللي هي القمح والشعير والذرة والمحاصيل، العلف الأخضر وذرة الأعلاف وحشيشة النيبر وحشيشة علف الفيل. طبعا هذه العائلة طبعا بتحتاج إلى التسميد الأرضي، وخاصة قبل الخدمة قبل الزراعة اللي هي السوبر المحبب والسوبر الناعم والكبريت الزراعي وسلفات النشادر والسوبر المحبب، والسماد طبعا البلدي أو السماد العضوي المحلى. طبعا بتعتمد هذه العائلة على طبعا استخدام اللوريا والنترات أو الملح، وتحتاج إلى كمية بسيطة من البوتاس. هذه النباتات طبعا لا تحتاج إلى الرش، لأن هي نباتات بتستطيع بناء العناصر والأكسينات والسيتوكينين والعناصر الصغرى والكبرى في الأوراق عن طريق الأرض، التسميد الأرضي. طبعا بتعتمد على الرش فقط في الأمراض الفطرية أو الأمراض الحشرية. نباتات طبعا بتدي تفريع، بتحتاج إلى عنصر الزنك يساعد على التفريع وزيادة العقد والإزهار. طبعا ديت نباتات ما تصدقش أي حد اللي يقول لك بتحب الرش، هي ما بتحبش الرش. نباتات لا تحب الرش بالمغذيات. دي نباتات بتعتمد الاعتماد الكلي على الأسمدة النيتروجينية اللي محتوى على النيتروجين والبوتاس في الأعمار، طبعا في الأعمار الأخيرة من العمر. والبوتاس يفضل أن يكون مثلا في كل الأوقات السنة، بس ممكن نركزه في الأوقات الأخيرة من الزراعات قبل الحصاد مثلا بشهر ونص وشهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.